سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا معاكم واحد الميني باغيت ستيتو ديال الوليدات الصغار. ان شاء الله سنبدا معكم تحضير العجين. وهذا الميني باغيت نديروا ليه واحد الحشوه زوينه اللي غيعجبوا الوليدات الصغار، يهزوهم في يديهم ياكلوا، ولا يديهم معاهم مدرسه ساندويتش. كيجيو فريمون خفاف هشاش. عاد تشوفوا ان شاء الله على عينيكم وغادي يعجبوكم ان شاء الله. تنحتاجوا لهاد الوصفه. عندنا ملعقه ديال السكر سنيده كبيره، ملعقه ديال الخميره حبيبات كبيره، 2 كيسان ديال الحليب مدفين، ما يكونش سخون غير دافي، بغيتو تستعملوا في بلاصه الحليب الماء ماشي مشكل، ولا نص كاس، مثلا نص كاس ديال الحليب، ولا مثلا كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء ماشي مشكل. ها انتم البنات كما كتشوفوا، من بعد ما خليناهم معي واحد شويه غير دابت الخميره، غنحيدوا الفيلم اليمونطير ونزيدوا عليه واحد 3 المعالق ديال الزيت. غنزيدوا عليها 3 المعالق ديال الزيت. سامحوني الا كان التصوير ماشي هو هذاك، حقاش شاده بيد وكنصور بيد. 2 معالق حتى ل 3 المعالق ديال الزيت. وتنبداو كنزيدوا في الخليط ديال الطحين 4 الكيسان ديال الفورص. ربعة الكيسان البنات ديال الفورص، وكنبداو كنجمعوا بيدينا. نقدروا نزيدوا حتى ل 4 الكيسان اونص. وعندنا في الطحين ملعقه صغيره ديال الملحه. نعاود عليكم المقادير البنات. عندنا ملعقه كبيره السكر، ملعقه كبيره ديال الخميره، و2 كيسان ديال الحليب. اللي ما عندوش الحليب يدير غير 2 كيسان د الماء، واللي عنده يدير نص كاس هكذا وكاس هكذا ماشي مشكله، كاس حليب وكاس د الماء. من بعد البنات كنزيدوا عليهم، كنخلطوا هاد العناصر ونزيدوا عليهم 2 معالق ديال الزيت حتى ل 3 روميه، وكنزيدوا عليهم 4 الكيسان حتى 4 ونص ديال الكيسان ديال الطحين، وملعقه ديال الملحه صغيره، ملعقه ديال الملحه صغيره. من بعد كنزيدوا عليها اللي بغى دي اختياريه، الزبده بغيتي ديريها ما ديريهاش ماشي مشكل، واحد الملعقه ديال الزبده. كنجمعوا العجين، غير كنجمعوه، ما كندلكو ما والو، غير كنجمعوه. من بعد البنات كما كتشوفوا ضفنا 4 الكيسان اونص ديال الطحين، زدنا ملعقه ديال الزبده، واحد 2 معلقات ديال الخل. هذه هي اللي غتفرق معكم في هذه الوصفه ان شاء الله، غتعطيكم واحد النتيجه زوينه وغتعجبكم ان شاء الله. غنجمعوا كل بيدينا حتى تنسجم العناصر، ونرجعوا لكم من بعد ما نكونوا جمعناها مزيان نوريكم النتيجه. من بعد البنات كما كتشوفوا جمعتها كما كتشوفوا غير جمعناها وصافي، ودخلت فيها ديك الزبيده لداخل. جمعتها ودهنتها بشويه الزيت وغطيتها بفيلم اليمونطير واحد 4 دقائق حتى ل5 ترتاح، باش نعاود نجيو نشكلوها معكم ان شاء الله. ها نتوما البنات كما كتشوفوا العجينه ديالنا ارتاحت شويه. من بعد ما ارتاحت غادي نهزوها نحيدوها من البول ديالنا باش نبداو ليها التشكيل ديالها. كما كتعرفوا غنشدوها بحال هكا ونبدا نقسم فيها باش يجيوني مرصويات متساويين. كل مرصو كنقسموه على 2.
غيجيونا تقريبا 8 القطع. المهم كما كتشوفوا غنشدوها نديروا لها بحال هكا. غنرشوا الارضيه بشويه ديال الطحين، كلهم غادي نديروا لهم نفس الطريقه. ها انتم البنات كما كتشوفوا طلقناها على هذا الشكل، كندوروها في الاول بحال هكذا، وفي الاخير كنشدو كنبقاو نديروا لها بحال هكذا تتجمع مزيان. كتجينا على شكل باغيط بحال هكذا، كنحطوها في اللاطه ديالنا، كتجينا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا بنات. كما كتشوفوا غنلويوها اللويه الاولى ونبركو عليها بحال هكذا باش ما تحلش، وكنبقاو غاديين بها هكا مدوره 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 حتى الاخر حتى الاخر، وكنجيو كنبقاو نبركو عليها بحال هكذا باش ما تحلش. كتجي بحال هكا كما كتشوفوا. كنقرصوها بنفس الطريقه، غنخدموا كاع الكويرات ديالنا. واللي ما بغاتش تصدق ليه هاد الطريقه هذه يدير غير بحال هكذا، كيشد هذه تيقرصها تيطلقها بالمدلاكه. نتوما البنات هاد الطريقه هذه اسهل طريقه، كتحليها وتبداي تشديها بصباعك بحال هكذا. صافي كتقرصيها بحال هكذايا، كتحطيها في اللاطه، نعاودو نخليوها تخمر. ها انتم البنات كما كتشوفوا ها جاوني 8 القطع. غنخليهم يخمروا، نغطيوهم بواحد الزويف تيخمروا، ومن بعد ملي نجيو ندخلوهم الفران ندهنوهم باصفر البيض وشويه الجنجلان. ها انتم البنات كما كتشوفوا من بعد ما خمروا لنا دوك لي باغيط ديالنا او لي ميني باغيط، شديت واحد اصفر بيضه وزدت عليها 2 معلقات ديال الحليب وخلطتهم مزيان. ودابا غادي نحاول ندهن بهم كاع الخبيزات ديالي او لي ميني باغيط بحال هذا الشكل. كلهما كندير لهم نفس العمليه، كندهنهم مزيان من الجنيبات. ومن بعد البنات كنشد الزنجلان وكنرشو عليهم بحال هكذا. كلهم كندير لهم نفس الطريقه وتندخلهم للفرن على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه وتنخرجهم. من بعد ما غنخرجوهم البنات غادي نوريكم كيفاش جاو ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات بالنسبه للحشو غنشدو بصله كبيره، راني قطعتها رقيقه ودرتها فوق المقله حتى طيح مزيان مع شويه الزيت، 2 معالق الزيت ولا 3. وهنا شديت نصف كيلو ديال الكفته، ضفت عليه ملعقه صغيره ديال التحميره، ملعقه صغيره ديال الملحه، ربع ملعقه ديال الحاره، وربع ملعقه ديال الابزار، وملعقه ديال الكمون. غنديرهم من فوق البصله، ونخليهم تيتشحروا مزيان.
بغى يدير اكثر من نص كيلو يدير اكثر من نص كيلو. غنخليوها كما هكا كما كتشوفوا حتى طيب وبشكل مفرتت كما كتعرفوا. خصنا نفرتوها بالملعقه من حدا هي كطيب، وحنا كنحركوا فيها باش تجينا مفرته. غنخليوها تطيب ونرجعوا معكم ان شاء الله. ها نتوما البنات كما كتشوفوا، شوفوا الخبز ديالنا من بعد ما خرجناه ما شاء الله، شوفوا كي جا رائع. ها نتوما يمكن لكم تبركوا عليه، كيجي منفوخ من الداخل مفشوش غزال، تشهاو غير تصايبوه لوليداتكم، راه رائع ما تستغنيش عليه. مره اخرى كيجي خفيف بحال الريشه، ما الا جربتوه ما غاديش تبقاو تستغناو عليه، انا متاكده. كنتمنىكم كلكم تجربوه ان شاء الله ينجح معاكم. وبالنسبه لهنايا الكفته، ها نتوما كما كتشوفوا راني صوطيتها مع البصيله جات مفرته، وهنا صايبت اون صوص كيتشوب اللي غادي نرافقها مع الساندويتش والفريت. من بعد ما غادي نعمرهم كنفتحهم من الجنب وكنعمرهم بالكفيته ونحط فوق منهم شويه صوص كيتشوب، لان هذيك حتى هي كنت حضرتها مع وليداتي كتعجبهم، ما كنبغيش نشري لهم، كنحضرها لراسي. كنزيدوها فوق الكفيته ونزيدوا عليها الفريتي ان شاء الله. ها نتوما صحاباتي حباباتي، ها هي ساندويتش ديالنا وجدات. ها نتوما كما كتشوفوا راني عمرتها بالكفته والكيتشوب والفريت. ها نتوما نقطع لكم شويه باش تشوفوا كيفاش جا، راه فريمون جا زوين لذة وروعه منه. ان شاء الله غتذوقوه وغيعجب الوليدات ديالكم. ها شفتوا الخبيزه كيفاش دايره، ها شهوه منها. كنتمنىكم ان شاء الله تجربوها وتعجب وليداتكم وتا هما تعجبهم ان شاء الله وتعجبكم حتى نتوما. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو